بما إن حضرتك شرفتنا بالزيارة في القناة، يرجى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جولة جديدة من الأخبار الرياضية الممتعة ليوم الاثنين الموافق 26/12/2022، ونبدأ جولتنا الرياضية من النادي الأهلي وأخبار الصفقات المنتظرة في ميركاتو الشتوي القادم. أول الصفقات اللي النادي الأهلي دخل فيها بكل قوة صفقة لاعب النجم التونسي محمد الضاوي الشهير بكريستو. إدارة نادي النجم الساحلي خفضت في المقابل المادي من 2 مليون دولار إلى 1,800,000 دولار، يعني النادي التونسي بيخفض 200,000 دولار علشان النادي الأهلي. النادي الأهلي بيحاول جاهدا وبكل قوة لإتمام الصفقة، بس الصفقة متعطلة بسبب المطالب المالية الكبيرة اللي طالبها النادي التونسي. الأهلي شايف إن المقابل المادي 2 مليون دولار أو 1,800,000 دولار كتير جدا على لاعب ناشئ وحديث الخبرة ما عندوش الخبرة الكافية. النادي الأهلي بيطلب تخفيض المبلغ إلى 1,500,000 دولار. النادي التونسي متمسك ب1,800,000 دولار، وفيه شد وجذب بين الناديين، مش عارفين القصة هتوصل لحد فين. طيب النادي الأهلي عاوز الصفقة بأي طريقة، خصوصا بعد حالة الغضب الجماهيري بسبب تراجع نتائج الفريق في بطولة الدوري المصري مؤخرا، والأداء السيء اللي الأهلي ظهر عليه حاليا، وخصوصا إنه مقبل على بطولة كأس العالم للأندية واللي هتقام في المغرب قريبا، وفيه وكلاء من اللاعبين من تونس بيحاولوا بكل قوة إفساد الصفقة على النادي الأهلي. البعض منهم بيعمل اتصالات كبيرة ومكثفة مع مسؤول النجم الساحلي علشان يوقفوا التفاوض مع الأهلي وإفساد الصفقة على الفريق المصري. وفيه مصدر قوي داخل إدارة نادي النجم الساحلي قال إن إدارة النادي التونسي تلقت اتصالات مكثفة من شركات تسويق رياضية وبعض الوسطاء العاملين في المجال الرياضي من أجل تسويق اللاعب محمد الضاوي كريستو إلى أوروبا، وإن إدارة النجم الساحلي طلبت أي وكيل عايز يتحدث معاهم إن يجلب عروض رسمية بدلا من الكلام الشفوي. طيب النادي الأهلي ماله؟ النادي الأهلي كمان بيستعد لإبراز عدد من الصفقات المميزة خلال الميركاتو الصيف الشتوي، يعني ما استكفاش ان هو حاطط عينه على لاعب فريق تونسي، لا ده كمان داخل في مفاوضات كتيره ومع لعيبه كتيره مميزين على حسب طلب مارسيل كولر، لان النادي الاهلي لازم يتعاقد مع لاعبين مميزين في كافه خطوط الفريق. اول اللاعيبه المصريين اللي النادي الاهلي حاطط عينه عليهم هم هشام صلاح واحمد عادل ميسي لاعبي الاتحاد السكندري. وفي الوقت الحالي امير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الاهلي بيبذل مجهود كبير جدا من اجل سرعه حسم بعض الصفقات الجديده اللي تم الاستقرار عليها بالتشاور مع الجهاز الفني من كولر وسيد عبد الحفيظ والكابتن محمود الخطيب. وفي نفس السياق بيصرح الاعلام محمد شريانه بيقول ان اداره الاهلي بتدرس حاليا التعاقد مع ظهير ايمن مميز خلال فتره الانتقالات الشتويه الجاريه، خاصه بعد الاصابه القويه اللي تعرض لها اكرم توفيق في الرباط الصليبي للركبه للمره الثانيه، وإن هشام صلاح ظهير أيمن الاتحاد السكندري هو الأقرب لتعويض غياب أكرم توفيق، والاعتماد بشكل أساسي على لاعب واحد فقط هو محمد هاني. وقال شبانة تفكير الأهلي الحالي منصب على هشام صلاح ظهير أيمن فريق الاتحاد السكندري، خاصة وإن اللاعب بيقدم مستوى رائع ومميز منذ فترة طويلة مع نادي الاتحاد. وكمان دخل مسؤول نادي بيراميدز في صفقة في منافسة قوية مع النادي الأهلي على صفقة أحمد عادل ميسي لاعب الفريق السكندري. اللاعب بيمتلك حاليا عروض من جانب سيراميكا كليوباترا والبنك الاهلي بجانب المفاوضات من الاهلي وبيراميدز. اللاعب ما حسمش وجهته المقبله لحد النهارده، هو لسه مش شايف هو عايز يروح فين بالظبط، وبينتظر قرار اداره النادي للرحيل حال موافقه النادي السكندري. النادي الاهلي بينتظر لاعب افريقي مجاني. كمان في سياق الصفقات النادي الاهلي بينتظر لاعب افريقي هيجي له مجاني. النادي الاهلي بيحط عينيه على لاعب غاني اسمه داني الافري لاعب فريق هارس اوف الغاني، واللي بينتهي تعاقده مع الفريق الغاني بنهايه الشهر الجاري، واللاعب بيحق ليه الانتقال لاي نادي بدون مقابل عشان عقده ينتهي بنهايه الشهر الجاري. النادي الغاني ما توصلش الاتفاق حتى الان مع اللاعب، والاقرب انه يرحل عن الفريق بعد ما تلقى اللاعب اكتر النهارده.
الخبر اللي بعد كده بيقول الخطيب يجمد مستحقات اللاعبين بسبب سوء النتائج. أكد اللاعب أحمد أسامة أن النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب قرر تجميد مستحقات لاعبي الفريق الأول بعد التعادل أمام سموحة بالدوري العام. وقال أحمد أسامة أن الإدارة غير راضية عن المستوى الفني للاعبين، لا الإدارة راضية ولا الجمهور راضي بالمرة، ولا في أي حد يرضيه ربنا اللي بيحصل ده. وبالتالي جاء قرار خصم المستحقات وتجميدها سريعا حسب اللائحة. وقال أن كابتن الخطيب أبلغ قراره إلى سيد عبد الحفيظ مدير الكورة واللي قام بدوره بإبلاغه للاعبين والفريق حتى تتحسن النتائج بالفترة المقبلة. أما عن موعد مباراة الأهلي القادمة وسيراميكا كليوباترا، المباراة هتقام إن شاء الله يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة 7 مساء في إطار مواجهات الجولة العاشرة من الدوري المصري. أما عن خبر أكرم توفيق، الأشعة بتثبت إصابة أكرم توفيق بقطع في الرباط الصليبي واللاعب يطير إلى النمسا خلال الأيام القادمة لإجراء الجراحة. كشفت أشعة الرنين المغناطيسي اللي أجراها اليوم أكرم توفيق لاعب الفريق عن إصابته بقطع في الرباط الصليبي، وده الكلام الأخير. وقال الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي للفريق إنه بالتنسيق مع الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكورة وفي ضوء توجيهات الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي بيجرى حاليا سرعة إنهاء إجراءات سفر اللاعب إلى النمسا لإجراء العملية الجراحية هناك بمعرفة الطبيب اللي قام قبل كده بعمل جراحة الرباط الصليبي لأكرم توفيق في الرجل الثانية. وقال أحمد أبو عبلة إنه في ضوء الاتصالات اللي جرت مع الطبيب النمساوي سوف يتمكن اللاعب من إجراء العملية الجراحية قبل نهاية شهر ديسمبر الجاري. جلسة عاصفة بتجمع كولر ولاعيبة النادي الأهلي بعد التعادل المسموح. مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي بيعمل جلسة مع لاعبي الفريق على هامش مران يوم الاثنين. تحدث خلال الجلسة بلهجة حادة من اللاعبين عن ضرورة العودة السريعة لمستواهم الحقيقي واللي ظهروا عليه في بداية الموسم الجاري. وتأتي الجلسة بعد الظهور السيء للاعبي الأهلي واللي أدى إلى التعادل السلبي في مباراة سموحة المباراة اللي فاتت في الجولة التاسعة من الدوري العام. وهدد مارسيل كولر اللعيبة بتغيير حساباته مع بعض اللاعبين وهددهم بالاستبعاد تماما من قوائم الفريق في المباراة المقبلة. وأكد لهم إن هو منح الفرصة لجميع اللاعبين خلال الفترة الماضية، إلا أن عدد من اللاعبين لم يحسن استغلال الفرصة حتى الآن. وقال المدرب السويسري إن الفترة المقبلة ستشهد تعديلات عديدة على تشكيلة الفريق، مؤكدا أنه سيعتمد في فترة الانتقالات الشتوية على إبرام صفقات قوية تزيد من حدة المنافسة في المراكز بالفريق. وقال كمان إن أي لاعب لم يبذل أقصى ما في وسعه وينجح في استعادة مستواه الفترة اللي جاية هيلاقي نفسه خارج الحسابات الفنية تماما، خصوصا بعد الصفقات اللي بينوي النادي الأهلي تدعيم صفوفه بيها على مدار الشهر اللي جاي. خبر بيقول بعد 24 ساعة من التعيين محمد فاروق وتامر الدري بيقدموا استقالاتهم من لجنة الحكام. قدم محمد فاروق وتامر الدري الحكام السابقين في الاتحاد المصري وعضو لجنة الحكام الرئيسية حاليا بيقدموا استقالتهم إلى مجلس إدارة الاتحاد بعد 24 ساعة فقط من إعلان قرار تعيينهما. وكان مجلس إدارة اتحاد الكورة برئاسة جمال علام اعتمد التشكيل الجديد للجنة الحكام مساء يوم الجمعة اللي فاتت اللي هو أول امبارح، وإن محمد فاروق وتامر دري قاموا بتقديم استقالاتهم إلى مجلس إدارة اتحاد الكورة خلال الساعات الماضية. ومن المقرر أن يتخذ اتحاد الكورة قراره النهائي بخصوص استقالة فاروق ودري خلال الساعات القادمة. تصريح للكابتن جمال الغندور تحكيم في كأس العالم أسهل من الدوري المصري. يعني التصريح أيوة تمام، الحكام مش على ما يرام، أدائهم في المباريات بصراحة بمحل شك، ما زال محل شك، وخصوصا في المباريات اللي بيكون فيها النادي الأهلي طرف فيها. فبيقول يرى الخبر بيقول يرى أن التحكيم كابتن جمال الغندور بيرى أن التحكيم في بطولة كأس العالم أسهل من التحكيم في الدوري المصري. وقال الكابتن جمال الغندور خلال حواره على قناة فون سبورت بكل تأكيد كان من الطبيعي تواجد حكام مصريين في كأس العالم بقطر. التحكيم في كأس العالم أسهل بكثير من التحكيم في الدوري المصري بسبب حجم المسؤولية اللي ملقاه على الحكام، وذلك لأن كل الوسائل المساعدة بتتوفر لنجاح حكام في كأس العالم. وقال كمان لما حكمت في كأس العالم كان من السهل الممتنع، أسهل حاجة في الدنيا إنك تحكم مباريات في كأس العالم. أنا عشت تجربة مرتين في كأس العالم 98 و2002 وقمت بإدارة 6 مباريات لم تواجه أي صعوبات زي اللي تعرضت لها في مباريات دوري القسم الثاني والثالث. وقال كمان هناك معطيات بين التحكيم في كأس العالم والدوري المصري، أهمها فارق الجو والمحيط وثقافة الناس وأسلوب التعامل مع الحكام المختلف. وقال كمان تطوير التحكيم مبني على شرح أخطاء الحكام وتحليلها مباشرة بعد نهاية كل مباراة
مناقشتها مع الحكام الزملاء والمحاضرين والمسؤولين. الخبر اللي جاي عن كريستيانو رونالدو. رونالدو بيستعد لإجراء الكشف الطبي علشان ينضم للنصر السعودي. كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد السابق بيستعد لعمل الكشف الطبي قريب من أي وقت مضى، وقرب الانتقال لصفوف النصر السعودي بعد أنباء اقتراب خضوعه للكشف الطبي لإتمام انتقاله للفريق السعودي. ووفقا لشبكة CBS سبورتس واللي أفادت أن مصدر بنادي النصر السعودي كشف عن حجز النادي من أجل إجراء فحص طبي لكريستيانو رونالدو لاستكمال توقيعه القياسي للنادي السعودي. وقالت الشبكة أن هناك حالة من التفاؤل داخل نادي النصر السعودي بإتمام التعاقد مع رونالدو بعد أن حجزوا له أماكن إقامة للنجم البرتغالي ومرافقيه. وسياق متصل كشفت صحيفة ماركا الأسبانية عن مفاجأة أن عقد رونالدو حتى 2030 مقابل 200 مليون يورو في الموسم. والعقد يقسم على عدة مراحل. أولا أن يقضي اللاعب موسمين ونصف كلاعب بصفوف النصر، بينما الفترة المتبقية سيكون سفيرا لملف السعودية في تنظيم كأس العالم 2030 برفقة مصر واليونان. الخبر اللي جاي الكابتن ماهر همام بيقول محمد هاني قادر على تعويض أكرم توفيق وكولر أخطأ في تصريحاته ضد طارق العشري. كابتن ماهر همام نجم النادي الأهلي السابق بيصرح وبيقول إن مباراة سموحة من أسوأ المباريات اللي لعبها في الفريق هذا الموسم، والمستوى أصبح في تراجع مستمر. ومش أنت بس اللي شايف، والله الجمهور وكل الناس شايفة إن الأداء متراجع. يتابع كابتن ماهر همام خلال مداخلة هاتفية في برنامج ديربي مع أحمد أسامة: لست مع مارسيل كولر المدير الفني في طلب المنافس أن يلعب بالطريقة التي يريدها وانتقاده للطريقة الدفاعية في غير محله، وكان عليه اتخاذ الحلول. وأضاف نجم الأهلي السابق: هناك علامات استفهام على أخطاء التمرير، ولم يتواجد أي انتشار بطريقة صحيحة للاعبين داخل الملعب. وكان الأهلي بيعتمد على الأسلوب على الكرات الطولية اللي سهلت الأمور على دفاع سموحة. وقال كمان إنه كان قادر على خطف المباراة، يقصد سموحة طبعا، لولا يقظة محمد الشناوي حارس المرمى. وقال كمان الكابتن ماهر همام: تبديلات كولر لا زالت تقليدية، والدفع باللاعبين في آخر 10 دقائق من اللقاء لا يصنع الفارق. اللاعب البديل يحتاج للوقت من أجل الدخول في المباراة. وتوقيت إشراك رأفت خليل كان خاطئ في ظل صعوبة المباراة ونتيجتها. وأكمل الكابتن ماهر همام أن رأفت خليل من الناشئين المميزين، ولكن كان على كولر منح اللاعب بعض الفرص في مباريات سهلة تكون فيها نتيجة لصالح النادي الأهلي، ولكن في مثل هذه المباريات قد يفقد اللاعب ثقته بنفسه. وقال الكابتن ماهر همام كمان: صفقات الأهلي اتأخرت كتير، وكان على إدارة النادي إتمام صفقات في الصيف الماضي والاستعانة بتقرير بيتسو موسيماني المدرب السابق للفريق اللي وضح فيه مناطق العجز والقصور في الفريق. ولكن الانتظار حتى انتقالات الشتاء يقلل من فرصة الصفقات، والفريق يحتاج رأس حربة قوي قادر على الانسجام سريعا، بالإضافة إلى جناح سريع ومهاري محمد هاني وعمار حمدي وحسين الشحات. إلى هنا تنتهي أخبارنا الرياضية. شكرا لكم وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.